بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احبابي في الله؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل وصفة سهلة وبسيطة مش مكلفة ان شاء الله زي ما اتعودتوا مني. قبل ما نبتدي نقول لو اول مرة تشوفوني، معكم حبيبة موفر مع مطبخ حبيبة السهل والبسيط ان شاء الله. عندي بجد انا زعلانة جدا من قلة التفاعل في الارض جدا جدا جدا. مستنية تشجيعكم ليا، وانا مبسوطة جدا جدا بالخمسة ستة اللي بيشجعوني، مبسوطة بيهم. شكرا شكرا الف شكر ليكم، واللي ما شجعنيش برضو الف شكر ليه. ونشوف الفيديو بمنتهى البساطة والسهولة. وكمان سكر خفيف جدا فعلا مش مسكرة. هنا هنجيب نص كيلو من الكنافة واقل شوية، وهبتدي اشتغل بيها. لو هي متلجة عندك هتتفرك معاكي بكل سهولة. لو هي لسه جايباها طازة اضربها في الكبة او في اي حاجة او في كبة الخلاط، هتبقى ممتازة جدا. وما تنسيش لو الفيديو عجبك دوسي اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله من الوفير والسهل والبسيط في سلسلة رمضان بإذن الله. لازم مخليش ولا قطعة فيها تكون جامدة على بعضها. تمام، هبتدي هنا. بصوا يعني اي قطعة معايا بتتفرج بمنتهى السهولة طالما هي كانت متلجة في الفريزر. طبعا دي متنفعش انواع كنافة تانية. وهنا جبت ربع كوباية من السمنة، وممكن سمنة على زيت بس ما تكتريش الزيت يا ريت. لو انا احتجت تاني هحط تاني، بس انا ما احتجتش الا الربع بس، ما احتجتش تاني لان دوت كان نص كيلو الا شوية صغيرين، يعني انا بشتغلها على طول. ومعانا هنا معلقة كبيرة ممسوحة من السكر، ما نكترش يا جماعة، معلقة كبيرة ممسوحة من السكر. تمام، وهقولك ليه احنا حطينا المعلقة دي بس. طبعا دي مش هتدي حلاوة، بس هقولك ليه. شوفي زي ما انا عاملاها كده تكون بتطبق في ايدك كده كده. تمام، واخده سمنتها ممتازه جدا. تقدري تختبري انت ازاي تعرفي ان هي واخده سمنه ولا او مش اخده. زي ما انت شايفاني كده بختبرها قدامك واتجمدت كده في ايديا، خلاص هي كده واخده السمنه المناسبه ليها. هبتدي هنا. انت هنا لو هتطلعها اونلاين هتطلعها في ده، انا ممكن اعملها في اي صينيه تانية بس انا حبيت اوريكي. لو انت هتطلعها اونلاين هتطلعها في ده، عندك اي صينيه تانية اشتغلي فيها. هتحطي خليط الكنافه كله هنا، هنرصصه كده. انا ما بضغطش اهو، لسه ببتدي اوزع الكنافه كلها عشان تبقى كلها متساويه. يا جماعه دي ما بتبقاش تخينه، دي بتبقى رقيقه خالص. ما بتبقاش تخينه، ممكن ارفع كمان من ما انا عملتها، بس انا عارفه انا هسويها ازاي. طبعا هكون مشغله الفرن على الهادي من قبلها. تمام، هبتدي اضغطها كده على درجة حرارة متوسطة، وهاخد بالي منها كل شوية. اول ما الطروف تتحمر يبقى هي كده اتحمرت، وهحطها على الشواية حبة صغيرين يبقى كده تمام قوي. وهبتدي هنا في حتة غويطة هبتدي اضغطها وكده تمام قوي. يلا بينا ندخلها الفرن بتاعنا. وزي ما قلت لك خدي بالك منها كل شويه. بص عليها هنا الطراطيف بتاعتها اتحمرت اهي، تحميرتها ممتازه وجميله جدا فوق الخيال بجد. تحميرتها حلوه قوي. ما عندكيش نوتيلا، ده بديل النوتيلا اللي احنا عملناه في الصوص بتاع الشوكولاته، ممتاز جدا. كنت مطلعه اوردرات وكان دول الباقيين عندي، انا ممكن اشتغل بيه، بس هنا زبونتي عايزاه بالنوتيلا، فقلت انا هعمل صينيه كمان معاكم ووريها لكم بالنوتيلا عامله ازاي. طبعا الصوص سهل ان احنا هنصبه وعارفينه. هنا النوتيلا تعملي ايه؟ طبعا لو انت لبيتك هتضطري ان انت تخففيها شويه، او لو انت عندك كميه يعني حلوه وفيره حطي، مفيش مشكله. وهقولك النوتيلا هتتخفف ازاي وتقدري تطلعي منها كميه كويسه. هنا انا خدت 3 معالق ونص كده زي ما انتم شايفين، او 3 معالق بس. وابتدي احط لها يعني حوالي معلقه ونص زيت بس مش اكتر، بس هي هتديني نعومه للنوتيلا، وهتبقى ممتازه معاكي وسهله الفرد، لان هي لو كانت جامده مش هتتفرد معاكي خالص. بس يا ريت تنقي نوع نوتيلا حلو ويكون طعمه حلو. انا جايبه الاحمدي تبع سما، نوع جديد هو منزله اسمه كوكو على ما اظن، بس بجد حلو. هنا هبتدي انزل كل النوتيلا اللي انا عملتها، وهبتدي افردها كلها على الكنافه بتاعتي. على فكره يا جماعه قسما بالله مش مسكره، السكر اللي انتوا فاكرينه سكرها مظبوط 100%، مش مسكره خالص. كده احنا حطينا معلقه السكر علشان الكنافه تمسك معانا كده، وما نيجي نقطعها نقطعها كويس. كده انت هتزوقيها زي ما انت عايزه. هبتدي احط نقط كده على كل الحواف زي ما حضراتكم شايفين، وهتزوقوها زي ما انتوا عايزين. اي زواق عايزه تسيبيها كده مفيش مشكله، بس طبعا العين بتاكل قبل البق، فلازم ان احنا نزوق حاجتنا ونخلي شكلها حلو طبعا.
هبتدي كده هنا اجيب خلة سنان وهفضل الف عليها عشان اعمل الشكل ده، شكل وردات كده صغير او قلوب صغيرة بس على شكل حلو يعني. الشكل طبعا اللي انت تحبيه زوقي بيه. ابتديت اوريكي حاجات بسيطة كده يعني. وطبعا احنا مش هنقطعها ولا هنيجي جنبها الا لما ندخلها التلاجة شوية تكون النوتيلا مسكت نفسها، وهبتدي اقطع الكنافة تتقطع معايا بكل سهولة وهوريها لك دلوقتي. صدقيني مفيش خداع في الموضوع يعني، متقوليش مش هتتقطع وتبقى مشكلة، لا. وهقولك تعملي ايه. وبرضو ما تطلعهاش للزبون الا لما تكوني مقطعاها. دخلتها التلاجة وطلعتها اهو انا بقطعها. هعدي اول خط وهمسح السكينة. ليه؟ علشان السكينة فيها كنافة ملكيش على الوش وتعمل شكل مش كويس. هبتدي اقطع كده زي ما انت بتقطع معايا هي بمنتهى السهولة. انا بضغط شوية بس على السكينة بتتقطع، والطبق طبعا ما بيجرالوش اي حاجة. اضغطي ضغطة كويسة بحيث انت اما اضغطي كده هي تتقسم القسمة اللي انت عايزاها زي ما انتوا شايفين. بجد وصفة سهلة وجميلة، وفي نفس الوقت بتبيعيها بسعر حلو لان هي واخدة سمنة حقها، واخدة حقها في السوا، واخدة حقها في النوتيلا. بجد حاجة ممتازة وجميلة وسهلة وبسيطة. وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام بالخير والسعادة يا رب والبركات. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واترككم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة